اللي ما زالت ما جربتش البيتزا بعجينة المايونيز نقولها ما جربتي والو لحد الآن. ما ذقت حتى عجينة كي من هذه. على بالكم تجي بنينة وشحال تجي هشيشة. شوفوا يعني نتم يعني تبعدوا يديكم باك تتقطع العجينة بنينة تهبل. نسبقوا نديروا المايونيز. ما حبيتش ندير الواجده، درت حبه بيض، زدت لها نص كاس زيت، رشه تاع الملح، نص مغرفه صغيره سكر، شويه لا موطارد، وطلعتهم بالبراميكسور. اذا شفتوها شويه جاريه زيدوا لها الزيت كيما درت انايا دوك. بعد ما تطلع المايونيز زدت لها مغرفه كبيره خل وكملت طلعتها في العجينه. درت كاس حليب دافي، مغرفه تاع السكر، مغرفه تاع خميره الخبز، خلطهم شويه ومن بعد درت الفرينه. ديروا واحد 3 كيسان تاع فرينه، ديروا الملح وتجيبوا هذيك المايونيز اللي خدمتوها وديروا منها 2 مغارف. شوفوا يعني فيها البيض، فيها الزيت، فيها الخل، انواع المحسنات كامل راهي فيها. راح تخرج لكم واحد لاباط ما شاء الله. بقيت ندير في الفرينه حتى تحصلت على عجينه متلاصقه بهذا الشكل. درت شوي زيت باش نلمها، وكما راكم تشوفوا عاونت روحي بالكوبا. تشوفوا القوام تاعها يعني راهي تتلاصق نوعا ما، ماهيش حاكمه روحها. غطيتها وخليتها تخمر. هنا نجيو نديرو لاصوص بلونش اللي حنديرها في البيتزا وشاركتها معكم شحال من مره ودائما تعاودوا تسقسيوني واش درتي. درت باطا تاع جبن الايطالي، زدت لها قرعه تاع كريم فريش، زدت لها رشه الملح وشويه تاع البازيليك على ما اظن هو الحبق، زدت لها شويه توابل الدجاج ونخلط. هذاك الفرماج ما تفرتوش حتى يذوب، يعني خليوه طرف طرف بهذا الشكل. من الاحسن ديروا هذاك المثلثات ولا المربعات باش يعني يجي باين، ماشي كي من هذا تاع الطل يذوب. وليت العجينه بعد ما خمرت درت الفارينه، عاونوا روحكم بالفارينه ونفتحها فوق البابي كويسون. اقسموا على عدد الحبات اللي راكم حابينهم وتفتحوها بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه حتى تحصلوا على هذا الشكل تاع البيتزا. الحواف خليوهم شوي منفوخين وما تخليوهاش بزاف خشينه. جبت لاصوص البنينه هذيك ونديرها. تحبوا ديروا صلصه طماطم ولا صوص بلونش بالطريقه هذه يعني كيما تبغيو. ندير طبقه مليحه ومن بعد ندير الفرماج. درت الموتزاريلا، ديروا الفرماج اللي يعجبكم اللي يذوب ويكون مليح. هنا جبت شويه فيونداشي، درت له الفلفل الكحل والملح هذا مكان. ونديرو ني، ما نطيبوش. كي طيبوا تزيدوا ديروه من الفوق يبس في الفور. زدت الزيتون ونجيو للطياب. دخلتها على فرن يكون سخون، ديجا سخون، يكون شاعل من الفوق ومن التحت. شعلوه على اقصى درجه عندكم، فهمتوا؟ بعد ما تدخلوا البيتزا تاعكم يعني ثم راح تطيب. هنايا مونبا يعني 7 دقائق 8 ديجا تحمرت. نحيتها ومن بعد زدت لها شويه فرماج رابي من الفوق. انا درت زكوده يعجبني بزاف في البيتزا. هنا راهي واجده. شوفوا واحد البيتزا شحال جات خفيفه على بالكم ما شاء الله، والعجينه تاعها جات بنينه. الحواف هذوك جاو مقرمشين وبنان، يعني انا مانيش موالفه ناكل الحواف بصح هذه كليت يعني بالحواف بالوسط بكلش. جربوا هذا الوصفه على بالي راح تعجبكم. وبسلامه الى فيديو